الهكر الجزائري المبتسم حمزة بن دلاج يخرج من السجن بعد ما ظل فيه مدة 10 سنوات. واللي ما بيعرف مين هو حمزة بن دلاج فهو أسطورة في عالم القرصنة الإلكترونية، قدر يسقط كل بنوك إسرائيل وأمريكا، وكذا مرة حاولت أمريكا أنه تلقي القبض عليه بس من دون أي فائدة، وتمت ملاحقته من قبل الاف بي اي والانتربول الدولي، ويعتبر من أكثر الهكرز خطورة حول العالم. بس يا ترى هل بعد ما طلع من السجن رح يرجع يخترق البنوك مرة ثانية؟ وهل رح يقدر يواكب التطور والتكنولوجيا اللي عم تصير بالوقت الحالي؟ والسؤال الأهم، ليش سموه الهكر المبتسم؟ هذا كله رح تعرفوه بفيديو اليوم. بس قبل ما نبدا بتمنى انكم تحطوا لايك على هذا الفيديو وتفعلوا زر الاشعارات لحتى يوصلكم اشعار انه انا عم نزل فيديوهات على هي القناه، بس مشان تتحرك شوي لانه انا صار لي فتره منقطع عنها. حمزة بن دلاج انولد بعام 1988 بالجزائر، ودرس الهندسة والإعلام الآلي، وتخرج من الجامعة بعام 2008. بس طبعا الدراسة اللي درسها ما كان لها علاقة بالشيء اللي عم يدرسه، لأنه كان مهووس بشيء اسمه تكنولوجيا، وما ترك شيء إلا وتعلمه عن طريق الإنترنت، من سايبر سيكوريتي لأمن معلومات لتكنولوجيا وآي تي وكمبيوترات. هذا الشيء خلاه يدخل لعالم القرصنة والهكر بسن مبكرة، ووصل لمرحلة إنه بيقدر يهكر أقوى بنوك العالم، ويخترق أي مؤسسة حتى لو كانت محصنة تحصين شامل. ولما كان يخترق أي جهة كان يترك علامة مميزة بكل الأجهزة اللي بيخترقها بس مشان يثبت وجوده، وكان اسمه الحركة المعروف فيه BX1. وهلا رح تسألوني سؤال، إنه كيف بعد هي التكنولوجيا والقوة اللي بإيد أقوى الحكومات بالعالم وما قدروا يمسكوه ولا قدروا يعرفوا وين مكانه؟ وأنا رح خبركم السبب، لأنه بكل بساطة من قوة الاختراقات وشراستها الجميع كان متوقع إنه المخترقين هن عبارة عن عصابة كبيرة من الهاكرز، وأكيد كلهم عمالقة في مجال التكنولوجيا وعندهم أحدث الأجهزة بالعالم، وما كانوا متوقعين أبدا إنه اللي عم يعمل كل هذا الشيء هو شاب بعمر صغير، وإنه عربي، وإنه الأجهزة اللي عم يستخدمها مو بنفس قوة الأجهزة اللي بيستخدمها الهاكرز الكبار. مشان هيك كانت كل الشكوك تبتعد كل البعد عن حمزة. بس الطريقة اللي كان يستعملها حمزة مشان يخفي أثره هي نظام تشفير اسمه بروكسي، وهو بيشبه الVPN تقريبا، لكن الفرق إنه البروكسي بيعطيك أكثر من عنوان بأكثر من مكان حوالين العالم. يعني لما حمزة كان يخترق النظام مثلا ويحبوا انه يعرفوا وين مكانه، بيتفاجئوا انه الاختراق عم يتم من اكثر من 500 مكان حول العالم، وهيك بيقدر حمزة يبعد كل الشكوك عنه، ومستحيل انه يجي حدا ويقدر يعرفه. وبعام 2011 تم توجيه اتهامات لحمزة بتتعلق بتطوير برنامج سباي اي. هذا البرنامج اللي تم عن طريقه اختراق أكثر من 117 بنك حول العالم، وهالشي كلف البنوك والمؤسسات مبالغ مالية ضخمة. وحمزة هون أثبت براعته الفائقة باختراق الأنظمة وسرقة المعلومات، وهالشي خلاه هدف للمؤسسات الكبيرة حول العالم. وللأسف تم إلقاء القبض عليه بعام 2013 بمطار بانكوك في تايلاند بالتعاون مع الاف بي اي والانتربول الدولي، لما اجى حمزة وحول مبلغ $1,000,000 لحساب بنكي بتايلاند. وبعد ما راقبوا الحساب لاقوا انه هذا الحساب معمول بهوية مزورة، وهون الحكومة التايلاندية بلغت الحكومة الأمريكية عن مصدر الحساب يلي انبعثت منه المصاري، فردت عليهم الحكومة الأمريكية إنه الحساب يلي وصلت عليه المصاري مخترق، وهذا الهاكر ما حدا بيعرف عنه أي شيء. وطلبت أمريكا من البنك إنه ما يحجزوا المصاري أو يسحبوهم، وإنما يراقبوا الحساب بس لحتى حمزة يطمن ويروح يسحب المصاري من الحساب. وهن طبعا كانوا مفكرين انه حمزة رح يجي بعد فترة قصيرة وياخذ المصاري، وما كانوا عارفانين انه حمزة رح يصبر 3 سنين كاملين ويترك الحساب مثل ما هو من دون ما يقرب عليه ابدا. وخلال هي الفترة كلياتها ما حدا قدر يكشفه. ولما راح حمزة ليعمل الرحلة على تايلاند بعد 3 سنين، راح على ماكينة صراف آلي وجرب انه يسحب مبلغ صغير، ومباشرة بلشت صفارات الانذارات تشتغل. وخلال هي الفترة كلياتها ما حدا قدر يكشفه ابدا. ولما راح حمزة ليعمل رحلة على تايلاند، راح على ماكينة صراف آلي وجرب انه يسحب مبلغ صغير، ومباشرة هون رنت صفارات الانذار وبلشت تشتغل بالبنك. وبعديها اتصلوا على الشرطة اللي خبرت الانتربول ومسكوه بالمطار. وبعد ما اجت الشرطة وفتشت الشنطة تبعه، هون كانت المفاجأة يلي لقوها، لاقوا معه جهاز لابتوب محمول مستحيل اي حدا بالعالم يقدر يخترقه او يفتحه، وشريحة متصلة بالاقمار الصناعية وكمان ما حدا بيقدر يخترقها. والشريحة هي بيستخدموها رؤساء الدول باتصالاتهم السرية او عصابات
المافيا، ولاقوا هوية مزورة باسم صاحب الحساب يلي كان حمزة مسويها باسمه يلي هو الحساب البنكي في تايلاند، وتم توجيه تهم احتيال مصرفي وسرقة حسابات بنكية، وظل بالسجن من عام 2013 لعام 2024، يعني تقريبا 10 سنين كاملين. وما ننسى انه طالعوا اشاعات بعد 5 سنين من سجنه على انه تم اعدامه لانه كان معه معلومات بتهدد الامن القومي الامريكي والموساد والCIA. والغريب انه بكل الصور اللي مصورينه اياها كان عم يبتسم طول الوقت، لدرجة انه بعض الصحف اطلقت عليه لقب الهاكرز المبتسم. ووفقا لوزارة العدل الامريكية اعترف بن دلاج بالتهم يلي موجهت له بعد ما حول 3.5 مليار دولار على حسابات واعطى منها لاهل فلسطين وغزة، وتبرع فيها كمان الفقراء والمحتاجين. بس بعدين الFBI رجع هي المصاري كلياتها. وبعد ما طلع من السجن من فترة نزل صورة على حسابه بالانستغرام وكان حاطط علم الجزائر، ونشر معه صديقه مغني راب صورة له ولحمزة كانوا متصورينها سوا بالجزائر. وآراء الناس بالنسبة لحمزة كانت مختلفة وانقسمت لنصين. في ناس اعتبرت حمزة بطل وقدوة لكل الشعوب العربية لأنه قدر يزعزع النظام البنكي الجائر ويتبرع بالمصاري للفقراء والمحتاجين داخل فلسطين وغزة، وناس ثانية اعتبروه مجرم ولازم يتعاقب على الجرائم الإلكترونية اللي عملها. وأنا برأيي الشخصي ما حدا بيعرف شو صار مع حمزة بن دلاج داخل السجن، يعني ممكن يكونوا عملوا له غسيل دماغ، يمكن ساوموه على أشياء كبيرة، وما بعتقد انه يرجع يعرض حياته للخطر مره ثانيه. لانه يا جماعه نحن بنقول 10 سنين سجن اوكي، بس اللي عم ياكل العصي مو مثل اللي عم يعدها. وطبعا ما نكون غشيمين عن خطوره السجون الامريكيه وشو بيعملوا مع المساجين. انتم شو رايكم بهذا الشيء؟ هل بالفتره القادمه رح نسمع انه حمزه بن دلاج عم يخترق البنوك مره ثانيه، ولا ما رح يقدر يواكب التطور الرهيب اللي عم يصير حاليا بالتكنولوجيا؟ اكتبوا لي ارائكم تحت بالتعليقات.